السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحدد لكم الاساليب المجازيه اللي تلغات وما بقاتش في الامتحان الجهوي، يعني ما بقيتوش كتصادفوا معها في اي امتحان جهوي الا رجعتوا للسنوات الفارطه وخدمتوا الامتحانات ديالهم. وفي نفس الوقت غنعاود نذكركم باهم الاساليب المجازيه اللي خاصكم تركزوا عليها، سواء عندكم هاد السنه اولى باك او دايرين باك ليبر. قبل ما نبدا دائما كنتمنى انكم تخليوا لي دعوه للاب ديالي بالرحمه والمغفره مع جميع الآباء والأمهات ديال المسلمين، ونبداو على بركة الله. بالنسبه لهاد الاساليب المجازيه اللي درتهم باللون الاسود، بلا ما تركزوا عليهم، بلا ما تشتغلوا عليهم، بلا ما تضيعوا فيهم الوقت، حيت ما بقاوش كيتلاحوا في الامتحان الجهوي. هاد الاساليب المجازيه انا ما شرحتهمش ماشي حيت نسيتهم، مي في السنوات الفارطه هاد العشر سنوات الاخيره ما بقيناش كنلقاو هاد الاساليب المجازيه، بحال تحذفات بشكل غير مباشر من الامتحانات، اللي هما لا ليطوت لوفيميزم لا ليغوري. هادو كاملين اللي كتشوفوا فيهم هنايا بلا ما تركزوا عليهم. اللي خاصكم تركزوا عليهم هما هادو اللي هما الكومباريزون، الميتافور، l'hyperbole, la personnification, l'antithèse, l'oxymore, la gradation, l'énumération, la métonymie, l'anaphore, la répétition. وبالنسبه للبيريفراز والانتيفراز، هاد جوج ديال الاساليب مجازيه كيتلاحوا الناس ديال باك ليبر، اما الناس اللي عندهم اولى باك. هاد جوج ديال الاساليب مجازيه قلال بزاف الروايات اللي كنشتغلوا عليهم بالمقارنه مع الروايات ديال باك ليبر. كاين بزاف البيريفراز والانتيفراز، دونك الناس ديال باك ليبر غادي يشتغلوا على هاد الاساليب كاملين اللي قلت ويزيدوا عليهم بيريفراز والانتيفراز. والناس ديال اولى باك هادو بلا ما تشتغلوا عليهم، اشتغلوا فقط على هاد الاساليب المجازيه اللي وريتكم دابا. حاولوا انكم تشوفوا الاساليب المجازيه اللي عندكم فيها اشكال او الاساليب المجازيه اللي كيتخالطوا لكم، وخليهم لي في لي كومونتير باش ان شاء الله نشتغلوا عليهم في القريب العاجل. الى عجبك لا فيديو حسيتي براسك استفدتي منه، ما تنساش تابونا في لاشين وتفعل زر الجرس باش يبقى يوصلك اي جديد. وما تنساوش تخليوا لي التساؤلات ديالكم والاقتراحات ديالكم بالخصوص ديال اي حاجه احتاجيتوها او المحتوى ديال الفيديوهات المقبله. والى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله.